بصوا انا اول ما شفتها كده حسيت باجواء الشتاء. بصراحة البطاطا مرتبطة جدا بالشتاء. وكمان بفتكر لما انا واصحابي كنا نروح عند الراجل اللي بيقف قدام باب المدرسة ولازم نشتري منه. على فكرة انا ما كنتش بحبها قوي، بس هي ريحتها تجيبني من على اخر الشارع. انا بقى حبيت اشارك طبعا الوصفة الاصلية المعتادة اللي هي المشوية في الفرن اللي تطلع دايبة. بس هقول لكم على غلطة انا عملتها عشان تعرفوا ان كلنا بنغلط. ان انا اخترتها رفيعة، وطبعا دي في الفرن يعني حسيتها انها نشفت سنه، فنقوا كده المقلبزه التخينه. وحبيت بقى اعمل معاكم وصفه من الحاجات الجديده المفتكسه، بس بجد هي طعمها حلو قوي، اللي هي البطاطا بالبشاميل الحلو. حطيت البطاطا في طاجن وعملت بشاميل لبن وسكر ومعلقتين دقيق، وحطيتهم على النار لحد ما تقلوا، وحطيتهم في الطاجن وحطيتهم في الفرن لحد ما ياخدوا الوش. وبصوا هنا الوش بتاع البطاطا بصراحة قلش مني شوية، يعني غمق. انا جالي تليفون وسرحت معاه، بس انا ما حبيتش اشيلها في المونتاج او اعمل واحد جديد ويطلع حلو وبيرفكت. بالعكس انا حبيت اشارككم معاكم ان كلنا بنغلط واوقات بننسى وتطلع مننا حاجات قلش، بس هو بجد بجد كان طعمه حلو. البطاطا معانا في اللانش بوكس بتاع الولاد صحيه وبتديهم طاقه، وعايزه اقول لكم هي ما بتاخدش وقت. وجربوا البطاطا بالبشاميل حلوه قوي قوي قوي. بس ما تعملوش الوش زي ما انا عملت طبعا، يعني تاخدوا بالكم كده عشان تطلع لونها فاتحه وجميله.